عارف ساعات متبقاش عايز تحضر حاجة ولا عايز تكتب وتقول وتتكلم في كلام تكتيكي قد ما تتكلم في كلام طبيعي. انا النهارده مش كاتب حاجة، بس قبل ما ابدا وزي ما عودتك انزل يا ابني بالانت. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا عايز زملكاوي النهارده من الحلقات القليله اللي مبقاش محضر فيها حاجه ولا كاتب فيها حاجه وعايز اتكلم معاك وش لوش كده ونفضفض مع بعض. النهارده الزمالك كان بيقابل النادي الاسماعيلي في لقاء ما يتوصفش غير عيان بيلاعب ميت، اقسم بالله مع احترامي الكامل لجماهير النادي الاسماعيلي. النهارده مباراه حاسس انك بتلعب فرقتين في الدرجه الثانيه. اللي كان محل المباراه هو الجمهور لا اكتر ولا اقل. النهارده الزمالك بدا بتشكيل سامسون في مركز الهجوم بدايه من الجزيري، الله اعلم انصاب ولا لا، عشان الاخبار اللي موجوده ومنتشره في السوشيال ميديا ان في كلام ان اللعيبه ياما عندها فلوس، ليها فلوس لعيبه ياما بتطالب بمستحقاتها. مبقاش بصدق بصراحه اي لاعب النهارده يقول لك اصابه، دي حاجه مبقاش بصدقها. الوضع العام في نادي الزمالك بقى من سيء لاسوء، وبعدين عدينا مرحله من سيء لاسوء لمرحله في القاع عديناها احنا في الجحيم دلوقتي. ده اللي ما يشوفش من الغبار يبقى اعمى. النهارده اللقاء بدا الزمالك مش موجود، واللي يغيظك ويحرق دمك ويعرفك ان احنا فعلا مش فريق، ودي حاجه تبان للعمى ان الشيكابالا بيلعب لحد نهايه اللقاء. اما لاعب شوف عنده كام سنه النهارده بيلاعب فرقه من اقول ايه، بس بيلعب من اول لقاء لاخره، دليل ان انت ما عندكش بديل يصنع الفارق. تمام، دي مشكله عندك حطها فيك مين؟ رئيس مجلس الاداره اللي هو مستشار مرتضى منصور، بسبب انه عدم وجود بدائل. تمام، اول بدائل موجوده عندك مش مؤهله انها تلعب اصلا. كان جايب لاعب في مره يقول لك ده قد مش عارف مين 700 مره. تخيل الزمالك لما الاسماعيلي جاب جون من غلطه من دفاعات نادي الزمالك، اللي هو انا مش فاهم النهارده المدرب بتاع الزمالك كان بيلاعب حسام عبد في نص ملعب ليه؟ دي حاجه انا مش فاهمها. ما عندكش لاعب في نص ملعب يقدر يسد، ودي حاجه ممكن اكون معاه شويه، لكن لا، انت عندك قطاع ناشئين، عندك لعيبه ياما كويسه. فين الناس دي؟ الله اعلم، الله اعلم. الزمالك بعد ما احرز هدف التعادل زي ما يكون كده استكفى خلاص، مفيش لا الاسماعيلي يقدر يهاجم ولا الزمالك بيهاجم، فرقتين مستوى الفن القوي صفر. واللي يزعلك ان انت تقول كده على الفريق اللي انت بتحبه، ان انت زملكاوي وتقول كده زي ما كانش موجود خالص، عشان يدخل الشوط الثاني ولاعيبه الاسماعيلي عندها الحافز من جماهيرها ان هي تجيب الجول. النهارده وسيرو كان بيلاعب ديفندر واحد صريح المعروف محمد اشرفو، اللي يعتبر ما كانش موجود النهارده بصراحه. وعمل ايه؟ لابسك في هدف الجون الثاني اللي هو طلع اللقاء اللي فات اتخانق مع الجمهور قال لك والله ده شتاني. طب النهارده انت كنت شايف نفسك، شايف مستواك، او انت النهارده السبب في هزيمه نادي الزمالك اهو، هطلع تتاسف اسفك انا اعمل بيه ايه؟ زي ما انت قلت والله ده شتمني ورد فعل طبيعي النهارده. فين؟ انت كنت فين؟ مش موجود. انا النهارده اتيقنت ان انت ممكن تكون فرحان وسعيد والزمالك يتهزم فالمود بتاعك يتغير. انا شوف ماتش خلصان من امتى وانا نزلت الحلقه الساعه 3 الفجر، وانا برضو كنت بين ولا ان اطلع اتكلم، لان في اخبار منتشره اصلا ان امير مرتضى منصور ودي من داخل نادي الزمالك بيقول لمدير نادي الزمالك الجديد النادي ما فيهوش فلوس، لو عايز تمشي امشي. تخيل مدير الكوره عندك المفروض ان هو اعلن ماشي بيعمل كده، بيدخل الشك عند المدرب عشان خاطر يطفشه، يبقى خراب من كل ده اللي هو انا فيها يا مش هخفيها زي ما بيقولوا. تخيل ولا احنا بقينا لحد فين. الزمالك بيعلن النهارده من رحيل عمر جابر في نهايه الموسم، ودي اول خطوات الجيده ان للرجوع للطريق الصحيح، بس برضه احنا في مرحله انا مش عارف اقولها لك، احنا في الجحيم واقسم بالله مفيش حاجه تخلص ناس زي ما فيه ده. وقلت لك الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها انا عايز انام اصحى في بدايه الموسم يكون عنده رئيس نادي جديد ومدير فني جديد وي وي وي، لكن بصراحه النفسيه مش قابله ان انا اتكلم كتير في القناه ازاي كان الاسماعيلي. النهارده نادي صن داونز بيتعادل قدام الوداد 0-0 في المغرب، وبيحسم او بيحط رجله في النهائي.
لان اللقاء العوده هيبقى على ارضه، وهنرجع نشوف لقاء نهائي ممتع بين الاهلي وصن داونز. في النهايه انا مش عارف اقول لك ايه والله، بس من فضلك سواء اهلاوي زملكاوي عايزين الرياضه يبقى لها وضع تاني، عشان بعد كده مش هيبقى فيه منافسه خالص. في النهايه ده كانت ملخص اخبار النهارده. لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله يكون خير. كان معاكم ابو الانس، اشوفكم على جديده. سلام.